السلام عليكم. الاخبار يا جماعه الخير، كيف الاخبار؟ كيف الاحوال؟ موضوع الحلقه النهارده جدا مميز وجدا من احد المواضيع اللي كانت تمسني انا شخصيا وتمس شباب كثيرين جدا، من موضوع الثقه بالنفس وازاي ان انت تبقى واثق من نفسك لو عايز تطلع تتكلم قدام الجمهور، لو عايز تاخد قرار معين، موقف معين، وما تبقاش مهزوز. قبل ما نبدا يا جماعه الخير، احنا في رحله الوصول لل100,000 مشترك، فما تنساش انك تدعمنا بلايك، تدعمنا باشتراك. احنا متهيألي وصلنا ل 348 مشترك، خلاص الرحله ما زالت طويله قدامنا، بس ان شاء الله بتوفيق الله وبدعمكم ان شاء الله باذن الله هنوصل ل 100,000 في اسرع وقت ممكن. وان شاء الله الفيديو ده هيبقى فيديو ممنتج، بسبب ان انا حاولت الفتره الاخيره اخر 3 شهور او اخر شهرين ان انا اصور بالطريقه العفويه، الطريقه اللي فيها مصداقيه، الطريقه اللي فيها تواصل بشري عميق جدا، ولكن لقيت مفيش تفاعل. مستوى المشاهدات نازل، التفاعل نازل. في ناس كتير قالت لا كمل بعفويه، ولكن انا حتى الناس اللي بتسمع الفيديو محدش بيجاوب عليا تحت في التعليقات. طب اكمل على المستوى العفوي ولا لا؟ واللي لاحظته انا عايز اخاطب فئه معينه من الجمهور، الفئه اللي هي صغيره شويه في السن، اللي هم لسه شباب في البدايه. الفئه دي هي الفئه الاكبر في اليوتيوب، فانا عايز استهدف الفئه دي شخصيا. فازاي استهدفها؟ مش هيفرق معاهم قوي الحوار العميق او الاتصال البشري العميق، لان النفس لما قعدت احلل الموضوع ان النفس البشريه او النفس لما تكون في مقتبل العمر او في بدايه العمر بيبقى عندها حيويه وطاقه وعندها نوع من الدوبامين القوي والحماسه وكده، فمش هيمشي معاه النظام بتاع الاتصال العميق اللي هو ما فيهوش اي مونتاج. ممكن يمشي مع الناس الكبيره او من 24 سنه او الناس اللي في سني، ممكن اسمع حوار عميق ما عنديش اي مشكله فيه، ولكن الفئه اللي انا عايز استهدفها، الفئه اللي ممكن تتعلق بيك وتتابعك لحد ما تكبر، هي الفئه اللي انت محتاج تديها نوع من الحماس. مش هروح لموضوع المونتاج من ناحيه المونتاج والتقطيع الكتير لدرجه ان هو يدوشك، ولكن هيبقى في نوع من الموازنه. هبعد برضو عن الكماليه ان انا لازم يا اقصى اليمين او اقصى الشمال، بل ان انا اكون وسطي ومتزن. نعم الكماليه حبستها بره على الباب بتخبط عليا، في نوع من الالم من النفس، ولكن لازم اوزن الموضوع. كنت عامل فيديو عن الكماليه قبل كده بس اضطريت ان انا احذفه بسبب ان انا ذكرت فيه بعض الامور يمكن شخصيه جدا، فقررت ان انا احذف كثير من الامور. فان شاء الله في فيديوهات قادمه هيبقى في نوع من المونتاج المتزن بطريقه ما، عشان تستهدف الفئه اللي هي اصلا تشربت القيمه مهمه. القيمه انك تنشر حاجه فيها قيمه مهمه، الحاجه ودي الغالب الناس اللي بتسمعها بتتابعك وبتعمل لك اشتراك عشان القيمه اللي انت بتقدمها. موضوع الحلقه النهارده موضوع عن الثقة بالنفس. وقبل ما نبدأ نتكلم عن الثقة بالنفس لازم أعرف إيه هي الثقة بالنفس، عشان ما حدش يعني ممكن يتوهم شيء تاني. الثقة بالنفس معناها هنا إنه أنت تكون متزن، إن أنت تكون مطمن، إن أنت تكون مستريح، ما يكونش عندك شك أو خوف إنك ما تقدرش تعمل الحاجة دي. وفي قرارات كتيرة جدا بتبقى عايز تعملها، قاعد في محاضرة عايز تسأل عن شيء معين، قاعد في اجتماع عايز تبدي برأيك، أو أنت قاعد بين مجموعة من البشر وعايز تطلع وتتكلم وتقول رأيك، بس أنت خايف شاكك. وانا موضوع الثقه بالنفس مش هقول لك عشان انا بتكلم فيه انه انا والله الشخص اللي ثقته بنفسه قويه جدا، بل انا مريت من كم يوم بموقف خلاني ثقتي بنفسي تهتز تماما، كأن انا مش واثق بنفسي. وبعد كده عديت بموقف بعديها، الموقف اللي بعديها خلاني احس بمشاعر سلبيه تاني، وبعد كده عديت بموقف تاني، روحت حرفيا نفسي متدمره. الثقه بالنفس، الانسان ما بيتولدش واثق من نفسه، هي شيء مكتسب، انت اللي بتقوي نفسك من الناحيه دي. اي نعم في بعض الامور المكتسبه، وبعض الامور بسبب التربيه، وبعض الامور بسبب البيئه اللي انت كنت فيها ممكن تكون مؤثره عليك على حسب ضعفها بقوتها، بتفرق من واحد لواحد، ولكن في النهايه هو سلوك. ممكن واحد يعرف يعملها بسرعه، ممكن واحد تاخد منه وقت طويل جدا، وممكن يخش معاها الامباستر سيندروم، انه مهما عملت الحاجه، مهما عملتها وكررتها، يكون في نوع من الشك الدائم او الشك في القدرات الدائم. وده هيبقى ليه حوار كامل ان شاء الله هعمله، بس اتعمق في الموضوع ده ان شاء الله هعمل عنه فيديو خاص بيه. ولكن اللي عايز اتكلم عنه ازاي انك تقدر تتكلم قدام الجمهور، ازاي انك تقدر تتكلم وتاخد مواقف معينه. عايز تبدا مشروع، يقف قدامك الخوف، يقف قدامك الشك، يقف قدامك حاجات كتيره جدا، فازاي تقدر تتغلب عليها، وازاي تقدر تكسر الحاجز ده. الموضوع عضله انت بتقويها. في الاول انت بتبقى خايف، بتبقى مرعوب، بتبقى اول ما تبدا تاخد الخطوه تلاقي مشاعر الخوف زادت عندك، تحس ان انت نفسك بدا يضيق، تحس ان انت بدات نبضات قلبك تزيد، ولكن ده بس في البدايه مجرد شعور، ادراكك ان ده بس مجرد شعور. بعد ما تاخد الخطوه وترمي نفسك في
الحاجه تبدا المشاعر تتزن، كانك بتكلم واحد صاحبك، كانك كنت بتكلم واحد قريب منك. الموضوع طلع مش مخيف بالدرجه اللي انا كنت فاكرها، وده فعلا حصل معايا من كذا شهر او خلال الشهر ده، مش فاكر والله. كنت قاعد في مجموعه في مكان معين بدون ذكر اسماء، وسط مجموعه 7 8 اشخاص، وحبيت ان انا اقول كلمه، حبيت ان انا القي كلمه من باب تقويم نفسي، ان انا عايز اتكلم واطلع قدام الجمهور. وحرفيا في الاول جه الشعور، اول ما جه الشعور حبيت ان انا ما التفتش ليه، لان عندي بعض المعلومات النفسيه كل ما تلتفت الشعور كل ما يزيد، فانت بتحاول ان انت تطمن نفسك وتوازن نفسك وترمي نفسك في الفعل على طول، تلتفت للفعل على طول. ممكن يكون في البدايه بعض من الاهتزاز في الصوت، ممكن يكون في البدايه بعض من عدم الثقه، ولكن لما تكمل تكتشف ان الموضوع ما كانش باللي انا كنت فاكره، ما كانش بالهيبه والعظمه اللي انا كنت فاكرها. وهي النفس البشريه لما تلتفت لخوف بتنسى الخوف الثاني، ولما تلتفت لشيء بتنسى الشيء الثاني. فمن اقوى الامور علشان تكون واثق من نفسك ان انت تقوي ايمانك. دي من اقوى الامور، دي عن تجربه شخصيه، من اقوى الامور اللي بتديك اتزان وتهدي على قلبك وتربط على قلبك هي قوه الايمان. لان انت ليه خايف؟ انك مش حاسس بالامان، مش حاسس بالامان باللي انت هتعمله، مش حاسس بالطمانينه، مش مستريح. فالايمان بيديك نوع قوي جدا من الثقه بالنفس. حتى دي مذكوره في قصه سيدنا موسى، لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اقوى شيء يربط على القلب هي قوه الايمان. تستعين بالله، تبدا بالامور الشرعيه. الامور الشرعيه يا جماعه الخير من اقوى الامور، اقوى من الاسباب العقليه اللي انت تاخدها. انت تاخد الاثنين، بس اقوى ليها اثر اكبر كبير جدا. حتى في قراءه القران يقول لك فيه شفاء لما في الصدور. الاستغفار، يعني احد العلماء الكبار كان لما تستحكم عليه مساله كان يستغفر ربنا 1000 مره وتتجلى له الصوره. مع الاسباب العقليه بقى، الاسباب العقليه انك ترمي نفسك في الحاجه، خلاص ما دام الموضوع صح وزنته عقليا صح، خلاص ارمي نفسك على طول، اعمل. في الاول هتبقى قلقان، بس بعد كده هيصبح عاده. مع التكرار في الحاجه اللي انت خايف منها مع الوقت هتصبح عاده، فمع الوقت الخوف ده هيزول بنسبه كبيره جدا. والخوف من الامور الماديه الخارجيه اللي بره، انك تقدر تروح تعمل الموقف ده او لا، اهون من انك تخاف من امور معنويه مش حسيه ما تقدرش تلمسها. زي مثلا انك تخاف ان انت بتفكر ولا لا. وفي ناس كتيره ممكن يكون عقله قوي ويقدر يعمل حاجات كتيره جدا ويقدر ياخد خطوات كتيره جدا، ولكن شاكك انه يقدر يفكر اصلا. الشك، انت لو فتحت باب للشك وقله الثقه، لو فتحت الباب ده، لان هو الشك عباره عن قله الثقه، قصدي عباره عن شك وخوف ان انت تقدر تعمل الحاجه دي. فانت لو فتحت باب للشك حرفيا كل ما تقعد تفكر في الشك والكلام ده هتزوده في نفسك، وهيشتت ويزلزل افكارك ويزلزل عقلك وذهنك، وفي الاخر مش هتفهم. عارف لو انت اقتنعت من جواك ان انت مش هتفهم. النفس مؤثره جدا على العقل. هم مرتبطين مع بعضيهم ولكن وبيأثروا على بعض، ولكن النفس هي القاعده، لان الغالب هي النفس هي المسيطره. الغالب ان هو النفس هو الغلاب، مش العقل هو الغلاب. لما قرأت المعلومه بتاعت النفس هي قاعده العقل، مش واعي لها قوي. عارف لما تسمع معلومه بس ما تكونش واعي 100% او مش مستشعر معنى الكلام ده ايه بالظبط. ده اللي حسيته لما عشت مع امور كثيره جدا، استكشفت انه حرفيا النفس هي قاعده العقل. لو نفسك مضطربه، لو نفسك مش احسن حاجه، فاعتنائك بنفسك واعتنائك بنفسيتك ده شيء مهم جدا 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 في حياتك. فلازم علشان تبدا ان انت تعتني بيها لازم تفهمها. مجرد ادراكك للمشاعر اللي جواك، انا دلوقتي مثلا حاسس بخوف، حاسس بغضب، حاسس بحزن، حسيت بالمشاعر اللي جواك، هتبدا ان انت تقومها. في الاول ممكن تحس ان انت حاسس بشعور واحد، في الاول لسه مش مترجم المشاعر. بعد كده ممكن توصل لمرحله من الدقه ان انت تعرف انت حاسس بكم شعور انت حاسه دلوقتي وايه اسبابه وتعالجه ازاي. فالموضوع هياخد منك وقت. ممكن في البدايه تبدا ان انت تكتب مشاعرك، تحاول ان انت تترجمها بالكتابه، لانه في الاول لسه انت مش واعي على نفسك. زمان كنت بكتب لو واحد في مشكله كبيره جدا فالمشاعر داخله على العقل فمش شايف الصوره كامله، فبضطر ان انا اكتب. دلوقتي مع ادراك بسيط للنفس بدات ان انا افكر لان انا شايف الصوره واضحه، وبدات افرق بين المشاعر وبين الفكر. في بعض الاحيان برضه نفسي بتغلبني، في بعض الاحيان برضه بقع في قله الثقه بالنفس. ده شيء طبيعي لانها عضله انت بتمرسها ساعات فوق ساعات تحت، في ابس وداونز. الثقه بالنفس ده شيء انت بتكتسبه في الحياه. واول ما تبدا تعي على نفسك، لسه سامع المعلومه دي حتى من دكتور نفسي كان بيقول ان انت مجرد ما تسمي الشعور جواك بيحصل تغيير. مجرد ما تسميه، مجرد ما تعرفه. انت ممكن تبقى حاسس بمشاعر سلبيه وانت اصلا مش مدرك انه في مشاعر اصلا. يعني كنت قبل كده قابلت
احد الاشخاص في الشغل، فكنت بتناقش معاه في موضوع المشاعر، فاستنكر موضوع المشاعر تماما وقال لك مشاعر ايه يعني، احنا رجاله، على اساس ان المشاعر ملهاش علاقه بالرجوله، مع ان هو في نفس الوقت قدامي قاعد بيغضب وفي نفس الوقت بيقلق قدامي، الكلام ده بيحصل قدامي. الموضوع بيبدا اول ما انت تبدا تعي وتبدا تترجم وتبدا تشوف وتبدا الموضوع عندك يتحول من السب كونشس للكونشس. الموضوع بدل ما هو حاجه نفسيه انت مش مدركها، يبدا العقل يدرك. اول ما العقل يدرك يبدا يحصل تغيير. دي كانت نهايه الحلقه اليوم. اتمنى ان انا قدرت اوصل الفكره اللي انا عايز اوصلها. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه، عايزين نوصل يا جماعه الخير لل100,000 مشترك. ما تنساش انك تدعمنا بلايك، تشير المقطع في كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي تقدر تشيرها فيه. ما تنساش تاخد كام لفه كده في القناه لما تطلع. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.